حبي اشرب. حبي اشرب. هلا تعبوا. حبيها اشرب بوسيها. ما تخافيش، روح حبيها. حبيها اشرب. نروح. يلا روحوا بوسيها شركة باطل فيها. اديها بوسة. مش عليه. ايوه مش عليه. مش عليه. بوسيها يا شركة. ما تضرب منك. بس هي شراكة تعمل كده. روح ايش بوسيه. بدي فريق. بوسيه كده. بص يا شركة. بص يا شركة. بوسيه. بوسيه. ما حد شعر. روحوا بوسيه بوسه بوسه. يا دروسه بتاعت ضحكت فوق. طبيعي ده. دي اصلا الكرة بتاعتنا والحتت اللي احنا هي بعيدة عننا شوية، بس الحتة اللي احنا بنربط فيها البهايم واللي عايشين فيها. الحتة دي يعني فيها بنعمل فيها الحشان والزرائب بتاعت البهايم ونربط فيها. فينه من بعيد ده ربيع، بس الناس سابته يربي تجاول اللي هو الابيض ده اللي طالع فيه. دي تجاول ودي الارياف وجمال الارياف. طبعا في ارض مخضره اللي هي لسه جديد، دي ما طلعتش ما نبتتش الزرع، والارض التانية لسه فيها الربيع محدش يعني حش. زي ما انتم شايفين ده اللي قدامنا ده موز ونخل، وده شجر موز اللي قدامنا. احنا هنا كنا رايحين للبقرة وقلنا نصور معاكم ونوريكم الارياف بتاعتنا شكلها عامل ازاي. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي. ما تنسيش تدعميني وتشجعيني، تحطوا لنا اللايك وتشتركوا في القناه. ده الموز ده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده الموز ده، الموز مربى زباطه. ده قنديل اللي من تحت، وده الموز. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده في السكه يعني. ودي الترعه هنا جنبينا، وده التوته. قربنا نوصل عند البقرة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين شكل الخضرة والزرع والجناين والترعة زي ما يكون هنا الأرياف، يعني زي ما يكون احنا
بسم الله ما شاء الله، يعني حتى هي فيها ترعة وبحر كده وحاجات حلوة وخضرة، حياة ترد الروح كده في الحرارة واضطر الجو. جراه ومزروع، الناس زرعاه جراه وشجر توت. وده اسمه علف فيل، علف اللي هو بيتزرع يعني على الحواف، الناس بتزرعه زي الجراه وكده بس خشن شوية، اسمه علف. اما ده الشجر الكبير ده المزروع ده توت. توت احنا هنروح عند التوتة اللي عند البقرة بتاعتنا وهنشوف فيها توت ولا لا، وان شاء الله هننقي لكم شوية توت كده ننقي هناك. احنا هنا وصلنا عند الزريبة اللي احنا رابطين فيها البقرة بتاعتنا. صلى على النبي، هاي يعني كانت مستنية حد يجي يرميلها تاكل. جايبين لها قلوح وجايبين لها ربيع زي ما انتم شايفين كده. ده ربيع وده قلوح، واقفة هي مستنية حد يجي يسقيها وحد يوكلها. وهنا عمتي كانت غاسلة الحصر، متي تغسلهم في البحر او الترعة اللي جارهم دي ومنشراهم. دي الحصر طبعا. دي بيوت الناس بنياها هنا في الحتة دي، اسمها القرضابة، في بلدنا اسمها القرضابة. زي ما انتم شايفين كده زرع وجناين وحاجات حلوة كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجات كده ترد الروح. اللهم صل على النبي. ونقل ناس اللي زرع يعني شوية جراول للبهايم بتاعته، واللي زرع توته كده هوتي يستظل في ظل، يعني يقعد تحتيها ويعمل يربط تحتها لو عنده مواشي ولا حاجة. وجنبهم الترعة وحاجة حلوة كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. واحنا هنا هوتي وصلنا عند البقرة وهنرمي لها شوية جرام. حطينا للبقرة شوية قلوح وهنسقيها وننقي شوية توت وحاجات كده. واللي ولدت دي ربنا يبارك لها فيها، مصور لكم العد الصغير وهنبقى ننزل على ننزله يعني فيديو او نحطه لكم في نفس الفيديو دوا. وكمان باذن الله كده هنبقى باذن الله كده ان شاء الله نصور لكم العالم ينقوا توت، ونصور لكم وهو العجل بيشرب من امه لما تروح، بس عشان هو دلوقتي فطر العجل ورحنا وديناها. هي ما تعمل حركات غريبة عشان الراسن او الحبل اللي مربوطة فيه جاي من قدام كده فمضايقها، فاحنا هنلفوه لها شوية كده عشان ما يضايقهاش. اها كده مخليها متضايقة ورافعة وشها لفوق، لابسة حلقة نتوت. هينقي لنا شوية توتة. احط ايه؟ اوعى تقع يا عم. اها ينقي توت جوا الكرتونة دي، اوعى تقع يا يوسف. يوسف طلعوا على الحيطة، مرضيش اخليهم يطلعوا على الشجرة عشان ما يقعوش. هينقوا شوية توت. ادي التوتة، نقع عمر توت. اوريكم التوت اللي في الشجرة. ادي التوتة اها التوت، ادي التوتة. نقي التوتة الكارية يا حلوة. نقي توت يا يوم. عمر طالع الشجر عشان ننقي لنا شوية توت. اوعى تقع يا عم. دي توتة. لا توتة احمر. في توتة النية الحمراء احمر واسود جوا. التوتة اللي جوا دي حمراء وسودة، بس دي مش بتاعتنا، ما ينفعش نروح عندها من غير ما نقول لاصحاب. ودي التوتة اللي احنا رابطين تحتها البقرة بننقي منها توت. ده التوتة. اطلع كنت ما اروح الحتة دي. كنت ما اروح الحتة دي. يا اما فين التوتة؟ التوت ده المفروض نعمل مفرش ما تهزوش وبس. لما يوقعوا التوت في الارض العيال. بص التوت غلط قد ايه.
اللي انا ما ما ترموش في الارض، نقوا وحطوا في حاجه. هاتوا احط فين انا دلوقتي؟ هاتوا تما تنطر علينا توت. فاز يا عم. الشجرة هتقع الله على التوت، صلاة النبي. بس ده يقع في الحوش خسارة. طلعوا فوق الشجرة، يسترها ربنا يا رب، استرها. انزل يا حياة، انزل يا سيف، تقع تموت. ولا تقع في المجرى. هو كيف انزل يا عم. هي طايبة. فاز يا عم. اوعى تقع. دي السكة التانية دي في ناس شايلة سبخ وموديها بالبغال والحمير. دي بغال المتجر دي، ودانها قصيرة زي اللي احنا نزلناه، اللي هو اللي هو ابن الحصان، بس امه تبقى حمارة. مش توتة، في توت وقع على عند البقرة. المفروض كنا حطينا مفرش نهز عليه، بس ننزل على التوت، بس جو النطر اما تنطر ما تدمح كده كل مدى. يعوض ربنا على اللي عامل شويه بيله ولا شويه كشك، يكش الدنيا تدف شويه تاني كده. الجو النهارده متقلب شويه، اما يتغيم وشويه اما تنطر وشويه كده، يعني ما يروح ويجي التقلبات جويه. زي ما انتم شايفين احنا كده، ولادي مش حارميني من حاجه، جابوني هنا قالوا يلا نروح عند البقره ونصور شويه عند الربيع وعند الدنيا، المناظر الطبيعيه الحلوه دي. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. لما تدمع وتنطر اللهم صيبا نافعا يا رب. كل ابواب السماء بتبقى مفتوحه دلوقتي، والنطر لما تنطر، فكل عنده حاجه يدعي ربنا يا رب يفك على كل مكروب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، وربنا يقضي دين المديونين ويزيل الهم عن المهمومين، ويفرح كل حزين يا رب العالمين، ويفرحكم بأولادكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ده هنا ودي التوته دي ما يقولوا توته حمراء، يعني اللون بتاع التوته بتاعتها احمر، فما ينقوا منها. واشرك الديره ورانا في الزرع. تعال يا شوش. زي القرد لما يطلع نحطانه على الشجر يسترها على ربنا. دي شجرة توت، ودي جنبها ايه دي؟ تفاح دي ولا ايه دي يا عم؟ دي جوافة. دي شجرة جوافة. هنا وفي تفاح جوا، بس ده مش شجرنا، يعني انا بصور لكم عنده. دي شجر جوافة، الورقة بتاعتها مختلفة، اما دي ورقة توت. دي ورق جوافة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل اللي عنده دعوة حلوة يدعيها كده من قلبه لينا وليكم ولأمة محمد أجمعين. ربنا يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين، ويسر لنا امورنا ويستر لنا عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. شايفين بسم الله ما شاء الله على الارياف جميله وحلوه حلاقه كده، بسم الله ما شاء الله. الواحد عايز يعيش في الجو ده على طول. انا عن نفسي يعني قاعده يعني في بيتنا مش ما اشوف الحاجات الحلوه دي كلها. فالنهارده بس طلعنا قلنا نروح عند البقره ونشوف ونصور لكم المناظر الحلوه دي. حاجه حلوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يلا اشراق الطرعة حلوة ازاي. ده مركب اللي في الطرعة ده، والناس على جرف الطرعة زرعة، اللي زرع موز، واللي زرع توت، واللي زرع فيكس، شجر فيكس اللي هو يعني الشجر اللي هو ما يبقى يطلع يعني ما يضلل، ما يبقى فيه ورق كتير ويضلل. ده مركب ده عندنا، ودي مية بسم الله ما شاء الله عليها، المية زايدة ربنا يسترها على العيال زي ما انتم شايفين كده. دي هنا بقرة عمتي حطينا لها شوية جراوة تاكل، وحطينا لبقرتنا شوية قلوح وهنسقيهم. اما ده السبخ اللي بنطلعه من تحتيهم بنحطه ينشف هنا وندخله لهم تدريب تاني. ده سبخ. ودي زي ما انتم شايفين كده دي طرمبة بتاع الزمان، ما كانش فيه في الاول، ما كانش فيه في الاول. دي طرمبة ما كانش فيه حنفيات، بقي كان فيه طرمبات. الطرمبة دي كانت في الاول
ما حدش كان يعني عنده حنفيات في الاول، كنا كل شارع فيه طرمبتين زي كيف الاول، وعاملين لهم حوض بالشكل ده، وكنا بنحط لها شويه ميه وندورها. هي دي بايظه. ده هنا العيال رامين شويه حاجات. دي طرمبه دي. ده شكل الطرمبه اللي هي بتاع الزمان، دي بتاعت ميه. اهو يا جماعه النهارده هي فسحتكم فسحه حلوه كده، طرمبه ومركب وبحر وعند المواشي والريف والحاجات الحلوه دي وتوت. اللهم صل على النبي، حاجات حلوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. المركب اللي محطوط ده انا عاجبني. كنا ناخد لفه بيه في الترعه. دي عنبه مادة على الحوش بتاع جيراننا، معذرة يعني لصوت الحمير دي. وده البوص الشامي بيربطوه، يا اما يعملوه بزار يا اما يحطوه للبهايم تاكله، يعني لو ما فيش جراو كده او مع الجراو زي ما انتم شايفين كده. دي الحوش ده فقيه عنبة مادة فقيه. جناح تحمر وتخضر وتتبيض. بس يا شوش الشوشة متى عايزة تاخدي التوت، خدي توت يا شباب، خدي توت. عايزة تغاسل يا لول. ايه هنجيب شوية مية من الترعة ندور بهم الطرمبة. هات نمسك بدالك يا عمر اطلع لفوق. هات بس هم معنا. ضاع هندور الطرمبة. من هنا يلا. ما عدتش عايزة شوية مية تاني. اوعى صابعك دي هارس. هات نمسك هذا. حضرت المية بسم الله ما شاء الله. هذه دي الطرمبة اللي كان زمان كانوا بيشربوا منها، بس ما كانش يعني تبقى جنب الترعة عشان ممكن دي ما تطلع مية من عند الترعة، لكن في البيوت كانت ما تطلع مية من تحت الأرض زي الحنفيات وزي الدنك وزي المطور. هنملى نسقي البهايم. اوعى صابعك يا يوسف. اوعى ايدك يوسف خلاها تتمالى. هنا العيال لما يدوروا ما يملوا الجبن عشان نسقي البقر. ايش الكيس يا من عند الطرمبة اللي مليناها معاكم، وهنحط البقرة تشرب. ترري ترري ترري. البتاع وقعت في المية تحت الجردة. ايش ترري؟ لما نيجي نوريتها بنقول ترري يعني. بص التوت اللي نقعوهم، بس هو عايز يتغسل ما ينقي من الشجرة، بس الشجرة مغبرة عشان الدرس اللي كان حواليها، الدرس اللي هو بتاع القمح وكده، فمغبر التوت، فهم يغسلوه عدو ما ياكلوش كده. عايز يتغسل ويتنضف. نقوا شوية توت هم وكلوا شوية وحلوين. ايش هما لسه مش عشطانين يعني. هو احنا مزاجينهم في الصبح، المفروض هيشرب بعد الظهر، هو لسه الظهر ما ادانش مش عشطانين. وبعدين لما ياكلوا حاجات خضرة مش نواشف، النواشف بتخليهم يعطشوا اكتر. شربت شوية دي، التانية مش هتشرب. دي اللي ولدت النونة اللي هنوريه لكم في الفيديو، حاجة حلوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك. شايفين النطرة لما تنطر في الترعة مخليها شكل الترعة حلوة كيف. شايفين النقش لما تنزل دي ما تنزل في الترعة في المية بتاعت الترعة، فمخليها شكل الترعة بسم الله ما شاء الله جميل. انتوا ما تقولوا هنجيبها بدري.
شايفين المية لما تنضف والترعة مخليها شكلها بسم الله ما شاء الله حلوة حلوة، بسم الله ما شاء الله حلوة جميلة.